الخطاب الادبي كليه متعدده التخصصات فريقه ومختبر الابحاث التطبيقيه في الاداب واللغه والفن والتشكيلات الثقافيه بكليه الاداب ببني الله. احيي الجميع مع خالص الشكر على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اولا قبل كل شيء الشكر موصول للاستاذ شرف النصراوي على اتاحته لنا هذه الفرصه من اجل المشاركه، وتحيه عطره تربويه مفعمه بالحب لجمعيه الشعلة على هذه البادره الطيبه. اذا ستكون مداخلتي في نفس الموضوع وهو الروايه والتراث. اذا عرفت الروايه المغربيه الاستهلاكات والثقافات الشعبيه المختلفه التي تتخلل الثقافه الروائيه يمكن ان تعطي تصورا عاما عن الطريقه التي تشتغل بها الروائي في بناء مفهوم الصيغ الروائيه. الاستاذه امال اوسيكوم ومدير مركز الدكتوراه سي اوسيكوم منير كذلك هو في حاجه الى هذه جسور التواصل من اجل ان ننظم لقاءات مستقبليه قويه ان شاء الله. الان مع عبد الغني الفناني في علاقه الروايه بالتراث بصفه عامه وكيف يمكن استكمال ملامح التراث ومن خلال عمل روائي ما. فليتفضل مشروع. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.